رجل الأعمال عبد العزيز حسن كشف في تصريحات جديدة ليه تعرضه للتهديد، وقال إن في رقم مجهول اتصل بيه وقال له هتسيب الفيلا امتى، وإن مسبتش الفيلا هنولعها بيك. وقال إن مش همه التهديد ده لأن عنده أمن كتير، عنده 10 أفراد حراسة مسلحين، وإن الفيلا هتبقى مسلحة تسليح كامل. وأضاف واللي عايز يغلط يتفضل يغلط وهو حر. أما عن تصريحات الفنان علا غانم واتهاماتها ليه، رد وقال إن علا غانم ما بتقولش أي حاجة صح وكل كلامها كذب. وأضاف إن حتى $4000 اللي كانت بتقول إنها بتديهم لي كل شهر بلغت مكتب العمل في أمريكا وهيطالبوها بالمبالغ دي، وأنا اديت لهم نسخة من الفيديو اللي هي بتقول فيه إنها بتديني الفلوس دي، ومكتب العمل جمع قيمة الفلوس دي وطلع مجموعها $285,000 وعلا غانم هتدفعهم. وأضاف إن المبلغ ده برضه عليه ضرايب وكمان ليه فوايد وهي هتدفعهم، ومكتب العمل في أمريكا هيحجز على أي حاجة هي بتمتلكها. وأضاف هي لازم تبعت محامي على مكتب العمل. وقال إن باقي الممتلكات اللي بينهم وبين بعض هيتم تقسيمها بالنص. وقال إنها اتقبض عليها في أمريكا بأكتر من تهمة مش تهمة واحدة، وعرض مستند بيقول إن علا غانم كانت شاربة كحول وبرضه شاربة مخدرات. وقال إنها كسرت له تليفونه وعورته وتم القبض عليها وكانت تحت المراقبة لمدة 6 شهور، وعلا غانم كسرت المراقبة. وبحسب كلامه قال ودي فيها عقوبة 3 سنين سجن. وأضاف إن شخصية علا غانم هي شخصية أنا وبس، أنا ومحدش يحكم عليا، وإن أنا أقدر أعمل أي حاجة. وكمل كلامه وقال لكن علا ولا حاجة وهي حد غير شريف. وأضاف هي مش شريفة لأنها ضحكت عليا. وأضاف إن الشرف ده مش بس في حاجة قلة أدب، لكن الشرف في حاجات كتيرة. وكمل كلامه وقال أنا صعقت الشهر اللي فات بإني شفت حاجات على الإنترنت. وكمل كلامه وقال علا غانم من 5 سنين خدت بعضها وجت على أمريكا وقالت لي أنا مش هنزل مصر تاني، ولما سألتها ليه قالت لي أصلا عندي مشاكل مع تامر مرسي. وقال علا ضحكت عليا في الموضوع اللي حصل على الإنترنت ده، وإن هروبها من مصر ما كانش علشان علا متضايقة من المنتجين، ده كان هروب علشان اللي حصل بينها وبين المخرج السينمائي اللي موجود في مصر دلوقتي. وأضاف ده موضوع كبير جدا وأنا مش هسكت عليه وأنا هوصل لقراره. وأضاف اللي عملته علا ده مفيش راجل يقبله، وأنا مش هسيب حقي من اللي عملته فيا. وقال مش فلوس، لأ شرفي. وقال إن شال علا من قلبه من حياته لما شاف الحاجات دي على الإنترنت، والكلام اللي أنا سمعته والصور اللي اتبعتت لي ضيعت كل حاجة بيني وبين علا. وقال إني مصدوم وخجلان من نفسي وزهقان من نفسي وزعلان من نفسي علشان صدقت واحدة زيها. أنا دمرت 50% من حياتي بسبب علا. وأضاف 90% علشان خاطر جوازة جديدة لأن دي تخطيطاتهم، وخططها دي مع أمها وبنتها وأخوها. وقال هي عيلة بالتخطيط. ووصف حياته مع علا غانم بكلمتين وقال كانت كويسة وبقت تعبانة. كانت كويسة لحد ما خدت قلبي، وبقت تعبانة لما كتبت كل حاجة باسمها. أنا كنت في تمثيلية كبيرة مع علا، وحبي ليها ما خلانيش أشوف أي حاجة غير الحلو، وما شفتش الوحش في علا. ولما كنت بشوف فيها حاجة وحشة كنت بقول يمكن حد تاني هو السبب اللي خلاها تعمل حاجة زي كده. حتى أولادي ما كنتش بصدقهم لما قالوا لي دي مش من تبنى،